العوامل المؤثرة على جودة العقار. دايما بقول للعملاء بتوعنا ان انت مش بس بتشتري العقار، انت بتشتري باكج كاملة. عشان كده النهاردة في شقة 100 متر بمليون جنيه، وفي شقة 100 متر ب5 مليون جنيه، وفي شقة 100 متر ب10 مليون جنيه. الفرق بينهم هو فرق كواليتي وفرق تفاصيل، وعلشان كده انا جاي اكلمك في اهم التفاصيل اللي تخلي بالك منها، علشان وانت بتشتري عقار تكون بتشتري افضل قيمة مقابل سعر. واول حاجة حابب اكلمك عليها هي اللوكيشن، واللي بيخليني اقولها 3 مرات هو اهمية الموضوع، لان اختيارك لمكان مميز بيفرق كتير في استثمارك او حتى في معيشتك لو انت بتسكن في العقار ده. لان اختيارك للوكيشن مميز بيفرق معاك اولا في سهولة الوصول، سواء في مواصلات سهل ان احنا نوصل له بيها، او في لاند مارك معروفة جنبك. وتاني حاجة مهمة في اختيار اللوكيشن هو قربك من الخدمات، قربك من المستشفيات، المدارس، المولات، النوادي. القرب منهم بيرفع قيمة العقار أضعاف. وعايزك تتخيل معايا دلوقتي، أول ما بنجيب سيرة محيط الجامعة الأمريكية دايما بيجي في بال كل المستثمرين الإيجار بالدولار. وكمان وانت بتبص على اللوكيشن بتبص على الحي السكني نفسه، هل هو حي سكني راقي؟ هل هو تحت التطوير؟ هل البنية التحتية فيه كويسة ولا لأ؟ طبيعة المنطقة بتحدد طبيعة المستأجرين منك في المستقبل، أو طبيعة المشتريين لو أنت أعرضت لإعادة البيع. كمان المستقبل العمراني للمنطقة، هل المنطقة دي فيها مشاريع جديدة، فيها طرق جديدة، فيها محاور جديدة، فيه اهتمام لبنية تحتية بشكل معينة، أو فيها نوع من أنواع التطوير في الوقت الحالي أو في المستقبل. واخر حاجة هنتكلم عليها في اللوكيشن هو الامان والهدوء والمناطق اللي موجودة حواليك، لان زي ما اللي قبلنا قالوا الجار قبل الدار. خليني اقول لك دلوقتي شوية مؤشرات تخلي بالك منهم علشان تختار لوكيشن مميز. اول حاجة حركة الاسعار في اخر 5 سنين، وتاني حاجة معدلات الطلب على الإيجار، هل في طلب فعلي ولا لسه؟ وتاني حاجة معدلات الطلب على الإيجار. وتالت حاجة المشاريع الجديدة في نفس المنطقة، هل في مشاريع جديدة؟ ايه الفرق بين أسعارها وبين أسعار المشاريع القديمة؟ وهل الناس اللي اشترت على مدار ال5 سنين اللي فاتت كسبت ولا لأ؟ واخر حاجة البنية التحتية بتفرق في اللوكيشن، فعلشان كده وانت بتختار لوكيشن معين تأكد من جودة البنية التحتية للمشروع او للمنطقة بالكامل. وتاني عامل من العوامل المؤثرة على جودة العقار هو التشطيب. التشطيب مش مجرد ديكور بس، دي حاجة بترفع من قيمة العقار كتير. علشان كده ساعات بيبقى تشطيب العقار بيساعد على بيعه بشكل أسرع، وكمان بيزود في قيمة الإيجار بتاعه، وكمان راحة للمشتري اللي هيشتري من بعدك، لأن في عملاء كتير بتهرب من فكرة ان هو يشطب من البداية، لان جودة التشطيب بتوفر على المشتري اللي هيشتري منك في حالة ان انت بتستثمر، بتوفر عليه وقت ومجهود وفلوس. اما بالنسبة لانواع التشطيب اللي موجودة في مصر، فاحنا عندنا 3 انواع للتشطيب بيتم البيع بيهم. اول حاجة بدون تشطيب خالص، تاني حاجة نص تشطيب، تالت حاجة تشطيب كامل. كل حاجة فيهم ليها مميزاتها وليها عيوبها، فعلشان كده اما تشتري بغرض الاستثمار لازم تبقى عارف انهي مرحلة اللي انت بتشتري فيها. لان بعض الالعاب التسويقية بتيجي في منطقة اغلب المطورين اللي فيها بتبيع نص تشطيب، يعلن مطور جديد عن مشروع عقاري بسعر اقل من السوق وخليني اقول لك ان بعض الالعاب اللي موجودة في السوق زي ان مطور عقاري ينزل في منطقة اغلب اللي فيها بيبيعوا نص تشطيب، ينزل بمشروع بدون تشطيب ويعلن عن سعر متر اقل بكتير من المنافسين اللي حواليه فيجذب العملاء ليه. ولكن في الوقت ده في بعض الناس ما بتاخدش بالها غير في النهاية عند التعاقد ان ده بدون تشطيب والتاني كان نص تشطيب. فاحنا لازم نكون عارفين من البداية نوع التشطيب اللي انا هشتري عليه. وتالت حاجة من العوامل دي هي المساحة.
والمساحة هنا المقصود بيها مش عدد أمتار وخلاص، لأن تقسيم الوحدة واستغلال كل متر فيها بيفرق، وده اللي بيفرق شركة عن شركة وجودة عن جودة. لأن خليني أقول لك بحكم خبرتي، دخلت شركات وشفت مشاريع ال 150 متر فيها افضل من 200 متر في اماكن تانية. ازاي كفاءة التقسيمة او الافضل، فازاي كفاءة التقسيمة والمرونة في استخدامها بيفرق مع المشتري والمستهلك والمستخدم النهائي. فدايما وانا بشتري عقار احسب المساحة الفعلية للعقار، ويكون عندي الخبرة اللي افرق بيها ما بين الجروس اريا والنت اريا. ورابع عامل والاخير هو الخدمات. الخدمات هي اللي بتقيس جودة العقار، وخصوصا لو انت في استثمارك بتخاطب الفئة المتوسطة او الاعلى. زي مثلا لو بنتكلم على كومباوند يكون فيه امن وحراسة، يكون فيه 2 اسانسير او اكتر، يكون فيه جراشات خاصة، منطقة للعب الاطفال، نادي صحي، او حمامات سباحة او كلاب هاوس متكامل، يكون فيه مول في المشروع. الخدمات بتفرق في قيمة المشروع وتجذب عملاء اعلى للمشروع. فكل ما كان فيه خدمات اعلى كل ما بتخلي العقار هو جزء من لايف ستايل معين او من اسلوب معيشة معين. فده بيبقى اكتر من مجرد مكان للسكن، فبيرفع وبيخلق قيمة مضافة على قيمة العقار. فكل ما كان المكان اللي انا بشتري فيه ده فيه خدمات افضل، كل ما كان استثماري معاه افضل. خلاصة الكلام اللي عايز اقوله لك في الجزء ده من الكورس بتاعنا هو ان كل عنصر من الاربع عناصر دول او الاربع عوامل دول هو عمود أساسي علشان تختار اختيار مناسب لعقارك. فالقاعدة الذهبية هو أن العقار الأفضل هو العقار اللي بيجمع الأربع مميزات دول بجودة عالية أو بجودة متوازنة بتناسب السعر اللي أنا هدفعه فيه. لان انا مش عايزك تشتري علشان السعر مغري، انا عايزك تشتري علشان الجودة حقيقية وبندفع مقابل قيمة فعلية هتحصل عليها او هتساعدك عند اعادة البيع في ان انت تبيع بسهولة. وانت بتختار اختار بعين مستثمر بيفكر في القيمة الحالية والعائد المستقبلي وازاي هيخرج وقت ما يحب يبيع العقار اللي احنا بنتكلم عليه. وقبل ما نخلص الفيديو خليني اقول لك كلمتين مهمين جدا. اولا، اللي انت شفته دلوقتي ده جزء من كورس كامل اسمه العقارات لغير العقاريين. الكورس معمول مخصوص علشانك، علشان لو كنت عايز تاخد الخطوة الجاية بوعي، او كنت لسه في البداية وما عندكش اي معلومة وعايز تستثمر في العقارات. ولو دي اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك وفولو والحاجات اللي من النوع ده علشان نتابع مع بعض وتشوفني تاني. وكمان تشارك المعلومة دي مع اكتر حد محتاجها، علشان نجاح الكورس ده هو ان يشوفوا اكبر عدد من الناس. وده لو مهتمين ان هم يمتلكوا عقار قريب سواء بغرض السكن او الاستثمار. وكمان علشان تستفيد من الكورس ده اكبر استفادة بنصحك انك تشوف الفيديوهات من الاول وبالترتيب، لان كل جزء فيه بيكمل الجزء اللي قبله ومعمول بتسلسل يخليك تطلع افضل نسخة منك بتمتلك وعي عقاري حقيقي. الكورس مجاني بالكامل، وده لان هدفه من البداية هو المنفعة العامة للجميع، واني اشاركك سنين من الخبرة وخلاصة تجارب حقيقية مش مجرد كلام نظري. لكن الادوات والاستراتيجيات اللي موجودة في الكورس ساعدتني وساعدت عملاء كتير ان هم يحققوا اهدافهم العقارية. فاهم نصيحة ممكن اقولها لك دلوقتي هي ان المعلومات لوحدها مش كفاية، والتنفيذ والتجربة العملية وانك تبدأ تاخد خطوة بنفسك دي اهم حاجة دلوقتي. وده لان الفرق الحقيقي في القدرة على التنفيذ وازاي تجرب المعلومة وتطبقها بنفسك وتعيد تجربتها تاني بدون ما تيأس. بنصحك كمان خد نوتس وسجل الملاحظات بتاعتك، وارجع تاني عيد الجزء اللي محتاج تفهمه وتركز في تفاصيله والنقطة اللي انت واقف عندها لو محتاج تأكد على المعلومة. وكمان اسأل وتناقش مع مستثمرين تانيين او حتى اطلب استشارة لو محتاج مساعدتنا.
واخيرا شارك اللي استفدته في كومنت، وشارك المعلومة دي مع غيرك لو محتاج ان هو يسمعها، وخليك عارف ان معلومة واحدة ممكن تغير حياتك ومستقبلك بالكامل لو فهمتها صح. انا اسمي احمد سراج، وده جزء من رحلتك في العقارات لغير العقاريين، ومستنيك في الجزء الجاي من الكورس علشان نكمل مع بعض الرحلة اللي تساعدك تطلع منك افضل نسخة لمستثمر عقاري ناجح وعارف هو بيعمل ايه.